شابلن والسينما المصرية. بكل تأكيد تأثرت واشتغلت السينما المصرية منذ بدايتها وحتى الآن. يستحقها طبعا، يعني راجل كمان مناضل، على فكرة مناضل سياسي، يعني ده أمريكا حطته في اللائحة السوداء فترة وراح أوروبا، فيعني الأفكار في أفلامه ما تتنسيش. وده شيء محزن بجد إن لم ينتبهوا. يبدو أحيانا النظر للأعمال الكوميدية بيكون يعني نظرة أقل احتراما من النظرة إلى الأعمال الجادة، في حين إن الكوميديا هي أصعب بكتير بكتير من الأعمال الجادة. شهرته شارلي شابلن ظهر ذلك في معظم الأفلام المصرية. فيلم 4 بنات وضابط للفنانة نعيمة عاكف ولبلبة. كما جذب شابلن الفنان صلاح ذو الفقار والمخرج فطين عبد الوهاب في فيلم عفريت مراتي.